مساء الخير يا حبايبي. معانا النهاردة طريقة البسبوسة المقرمشة من غير ولا سمنة ولا لبن. تعالوا معايا نشوف المقادير. 2 كوب سميد، ده بنجيبه من عند العطار، ومعاهم نص كوب جوز هند او حسب الاختيار، ومعانا رشة ملح، ومعانا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعانا كيس فانيليا. هنقلبهم مع بعض ونحطهم على جنب. هنجيب طاسة هنحط فيها نص كوب سكر، نكرمله على النار لحد لما يبقى لونه ذهبي، ونضيف عليه كوب ماء زائد معلقة عسل نحل صغيرة. هنقلب مع بعض لحد لما يدوب خالص معاكي. بعد كده نحط عليه نص كوب زيت، نطفي النار بعد كده، ثم نضيف عليه المقادير الجافة. هنقلبهم مع بعض هما الاتنين هي وسخنة لما ننزلها من على النار. نجيب صينية صغيرة بتاعت البسبوسة اصغر مقاس، لو انت عايزة تعملي كبيرة زودي المقادير، يعني خلي المج بتاعك كبير. ونحطهم في الصينية هنكون دهنينها بايه؟ برش الزيت، ونحط فيها المقادير، ونحط بعد كده ايه؟ نحط فيها نسويها كويس قوي قوي، وبعد كده نقطعها. بعد ما نقطعها هنحط فيها مكسرات على حسب الاختيار. هنحط فيها ايه؟ اي حاجة تعجبك. انا حطيت زبيب، بس الغلطة اللي انا عملتها الزبيب ما دوستش عليه قوي في الصينية. ونولع الفرن ونحطها فيه، نطفي الفرن بعد لما تاخد لون من تحت. هنولع الشواية عليها عشان يبقى لونها ذهبي من فوق. ومعانا بعد كده هنجيب ايه؟ الشربات بقى. هنجيب طاسة او ايا كان ايه اللي عايزة تعملي فيه. هنجيب فيه 2 كوب سكر، هنحط عليهم كوب ونص ماء، ومعاهم ورقة فانيليا، وزائد معلقة عسل نحل صغيرة. يغلوا مع بعض. هنحط عليهم عصرة ليمون صغيرة. يغلوا مع بعض 15 دقيقة 20 دقيقة، يبقى القوام بتاعه كويس وسط حلو كده، مش ماهي قوي قوي. ونطفي النار. هتكون البسبوسة خرجت من الفرن، هما الاتنين يبقوا سخنين. هنحطهم على بعض، وبألف هنا وشفا على صحتك يا حبيبة قلبي.